طيبين بقى، مع السلامه يا رجاله. مع السلامة يا اخويا. ابوش الولد ده ايه يا عم عمل لك ايه؟ يا عم عيل مش سالك. بص حتى بيلبس ايه، من ساعه ما جه الشغل ما بيلبسش غير الطقمين دول. يا عم وايه يعني انت ما تعرفش الظروف فيها ايه؟ انت مش داريان بس انت عشان انت غلبان. بقول لك ايه صحيح، قول. كنت قاعد مع ميخا امبارح كده ودار حوار عدى. عني انا؟ اه قال ايه؟ لو هتتنرفز مش هتكلم. قول يا عم قال ايه، ولا نرفزه ولا حاجه. بص بصراحه بيقول ان علم عليك الشهر اللي فات في التارجت ومظبط مع المدير عشان ياخد منك الترقيه الجديده. ترقيه؟ اه. لا يا باشا دي بتدفع رقاب دي. خد بس يا عم اقفل ده يا عم، هنا مكان شغل مش نميمه وهزار. اماكن كتيره بتنهار بسبب قله الشغل وكتر النميمه، ما هو محدش بيشتغل والنفوس شايله. بص نهايه الموضوع ده دايما بتكون في ايد المسؤولين عن المكان، بس لو الموضوع ده تعبك جوه الشغل ومش قادر تتعايش معاه خليني اقول لك نصيحتين. لو مش طرف في الموضوع اوعى تشارك في حاجه من كده او تدي ودنك، ولو بترد غيبه حد ما تدافعش قدام اللي بيتكلم باستماتة، واختار طريقه هاديه عشان اللي قدامك ما يعاندش ويكابر في غلطه، خصوصا لو كان مديرك او حد اقدم منك. النصيحة التانية بقى، لو النمة دي وصلتك على لسان حد تاني هدي نفسك وما تديش اهتمام. اهو الرياكشن ده بقى هيخلي اللي نقل الكلام بيولع اكتر وهيحسبها 1000 مرة قبل ما يجي ينقل لك حاجة تانية. في ناس بتعشق لعبة فرق تسد جوه الشغل، ما تخليش حد يدخلك جوه اللعبة دي عشان هتخسر كتير لو سلمت ودانك ودماغك للحاجات دي. ومش هقولك طبعا ابعت الفيديو ده للعصفورة عشان هو عارف نفسه.